طب يلا جوب بلينجهام احسن نص ملعب في العالم، بتأفور يا محمد بقى، لسه بدري، ده تاني ماتش، ده تاني جوله يا عم. بعدين خلي بالك جماهير ريال مدريد مش فاهمه، هم منبهرين ببلينجهام بس عشان بيسجل بيصنع في ادوار كتير اهم من كده بمراحل. والله بيدافع يا اسطى، والله بيدافع يا اسطى، يا اسطى بيدافع ويهاجم يا اسطى، اعمل انا مالي؟ حد بيتكلم ولا حد هيتكلم، حد بيقول ولا حد هيقول، حد بيقول لك ان الراجل ده هو اللي هيغير منظومه ريال مدريد الهجوميه ولا حد هيبص. شكرا في نفسي والله العظيم، بس قلت لك قبل ما تشابي الونسو اللي ما نجحش مع ريال مدريد ما يجي ان اردا جولير هيبقى حاجه تانية مع الراجل ده، واردا جولير استمر بعد ما تشابي الونسو مشي لحد النهارده بيلعب اساسي، ولو ما لعبش اساسي فهو جزء مهم جدا من المنظومه. قلت لك نفس الكلام بطريقه اللعب والاخبار وكل حاجه بتبين ان جود بلينجهام هيبقى الورقه الرابحه لجوزيه مورينيو، وهو اللي هيشكل لك ريال مدريد ومنظومته الهجوميه. كذبت عليك، ضحكت عليك، حد بيفتح بقه محدش بيتكلم. بيسجل الماتش اللي فات، مين بيصنع الماتش ده، مين بيخلي المنظر ده بالشكل ده، مين عمل الشوط الثاني لمنظومه ريال مدريد الهجوميه واللي هيعملها قدام وقدام وقدام في كل الماتشات اللي جايه الناجحه لريال مدريد. مين سالك، مين بيدفع فينيسيوس جونيور ان هو انا موجود، انا رجعت، انا مستواي رجع، رغم ان فينيسيوس جونيور ما كانش كويس. مين اللي عمل الجول كله لفينيسيوس جونيور، مين اللي عمل الثنائيه مع كيليان امبابي، مين اللي خلاه يحط هاتريك، مين اللي لحق الماتش اللي فات بتسجيله برأسيه وحاجات صعبه على فريقك كله. اجابه كل الاسئله دي هي نفس اجابه الشخص اللي عنده استمراريه في نص الملعب واللي يقدر يصنع لك الفارق في خط الهجوم، هو جود بلينجهام في اوروبا كلها.